أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. طيب قبل بقى ما يخلق العرش والماء، في سنن الإمام الترمذي بسند حسنه الإمام الذهبي من حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عماء لا فوقه هواء ولا تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. كان الله في عماء. العماء في لغة أهل العرب هو الأمر الخفي الذي لا يدرك، يعني حاجة كده فوق مستوى إدراك العقول. يعني ربنا كان موجود ولا في سماء ولا أرض ولا هواء ولا مكان ولا زمان ولا في أي حاجة خالص. عشان كده بيقول لا فوقه هواء ولا تحته هواء، يعني مفيش فوق وتحت أصلا، لأن الجهات نفسها لسه ما اتخلقتش. طبعا أنت زمانك تهت مني دلوقتي وبتقول هو في كده أصلا في حاجة اسمها مفيش جهات؟ وده طبيعي جدا، لأن أنت ما ينفعش بعقلك المحدود تتخيل حاجة انت اصلا ما تعرفهاش. عشان كده سيبك من الناس اللي تقعد تقولك ان ما ينفعش نقول ان ربنا في السماء، ولو قلنا ان ربنا في السماء هتبقى السماء محيطة بيه وما اعرفش ايه. كل دول بيتكلموا على حاجة هم اصلا ما يعرفوهاش وما يعرفوش يتخيلوها لانها فوق مستوى ادراكهم. فالواجب عليك كمسلم انك تؤمن بكل اللي اتقالك عن ربنا سواء في القرآن او السنة بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، فالله ادرى بنفسه. وحط في دماغك دايما ان الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما جاء ببالك فالله بخلاف ذلك. سلام.